من كام يوم كده كنت بقلب على السوشيال ميديا ولقيت فيديو بيتكلم عن اب عنده الزهايمر وبيحكي عن بنته قد ايه هو بيحبها وقد ايه هي جميله ومميزه، وكانت قاعده جنبه بنته كانت متاثره جدا وعماله تعيط لان هو مش فاكرها خالص. بصراحه الموضوع شدني والفيديو اثر فيا جدا، وحسيت قد ايه ان المريض ده فعلا بيعاني معاناه جامده جدا، ويمكن هو اقل واحد بيعاني لان اللي حواليه بيعانوا اكتر. What are your daughters' names? Paige and Bailey. Aw, those are pretty names too. It matches the girls. The girls are beautiful. Beautiful girls. Wonderful, intelligent, quick, sharp. Everything a father would dream for in a daughter. They're the best. That's really nice to say. I'm sure they love you just as much as you love them. I think they do. I feel it in my heart. When we break apart and we go our separate ways and I cry, I don't let them see it, of course. They don't know that. And I feel their love in my tears. It's beautiful. I'm a lucky man. I'm very, very lucky. I think they're really lucky too. Thank you, sweetheart. Thank you. وبعدها بوقت قصير جدا ظهر لنا مسلسل الفريدو، ومسلسل الفريدو بيناقش نفس المشكله تقريبا، وانا جاي النهارده اتكلم معاكم عن المسلسل ده. فيا مساء الفل عليكم في قناتكم قناه ماستر سين، انا مايكل عاطف، ويلا بينا حالا نخش في تفاصيل المسلسل. بس كالعاده قبل ما نتكلم مع بعض عن اي تفاصيل تخص المسلسل، لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. وبجد انا حابب اشكر كل الناس اللي متابعاني وبتشجعني، لان كومنتاتكم هي اللي بتخليني اكمل. حقيقي ان الواحد يعمل فيديو زي ده ممكن يكون بيكلفه وقت كتير جدا انتوا مش متخيلينه، وانا مش مستني منكم غير الدعم المعنوي اللي انتوا بالفعل بتقدموه. متشكر جدا ليكم ومتشكر جدا لدعمكم. يلا بينا بقى على طول نخش على المسلسل. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. And all you need is water. المسلسل من بطولة الفنانة اللي ليها تاريخ كبير قوي إلهام شاهين، ومعاها أحمد فهمي، بس أحمد فهمي المغني مش السفاح. وبيشاركهم في البطولة ندى موسى وإيمان السيد وعمرو شرقي. ومسلسلنا مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، أما العمل من إخراج عصام نصار. وطبعا كلنا فاكرين عصام نصار لأن هو لسه عامل لنا فيلم البطة الصفراء، وارجع شوف الحلقة بتاعته لو ما كنت شفتها هحط لك اللينك بتاعها. والمسلسل بتاعنا بيتعرض على منصة واتشد وعلى قناة اون. بتدور أحداث قصة المسلسل بتاعنا حوالين دكتور فريد اللي بيقرر يسيب الطب ويجري ورا شغفه، وبياخد قرار قوي جدا ان هو يشتغل شيف، يشتغل طباخ، وبالفعل بيسافر لايطاليا ورا شغفه عشان يحقق حلمه. فريد ده احن واحد في الولاد، بس عايش في ايطاليا بقاله سنين، وربنا بيكرمه وبيقدر يفتح مطعم في ايطاليا، ولكنه بيتفاجئ من تدهور حاله عمته الصحيه اللي هي سوريا او سوسو، وده طبعا لان عندها المرض اللعين اللي اسمه الزهايمر. وبيحاول يتواصل مع اخواته في مصر عشان يخليهم يهتموا بعمتهم شويه، لكن بيلاقيهم مش مهتمين خالص وملهيين في حياتهم، وده اللي بيخليه يرجع من ايطاليا بسرعه وينزل على مصر، لان عمته دي هي اللي ربته وهو صغير، وهو بيكن لها كل حب وكل احترام وحاسس بالمسؤوليه كبيره من ناحيتها. ولما بيرجع مصر بياخد قرار اصعب، بيقرر انه يصفي كل شغله في اوروبا ويستقر في مصر عشان خاطر عمته اللي هي بيلعب دورها الفنانه الهام شاهين. اولا وحشتني جدا. انا رجعت مصر يا سوسو وشفتك وقعدت معاكي. وطبعا بنلاقي مشاكل تاني كتير بتواجهه، وهو بيحاول يحل المشاكل دي ويقف جنب عمته عشان يرد لها جزء صغير من اللي هي عملته معاه، لانها زي ما قلت لكم هي اللي ربتهم وهم صغيرين. تعالوا بقى مع بعض نتكلم على طول عن الايجابيات والسلبيات. اول ايجابيه بالنسبه لي هي القصه، وانتوا لو ركزتوا معايا هتلاقوني دايما بنحاز للقصص المرضيه او القصص الانسانيه. انا بحب المواضيع دي جدا لانها مواضيع شائكه ولازم تتصدر للمجتمع. عايز تفتكر كلمه ومخك مش قادر، ده بيعرض اي بني ادم لضغط واحباط رهيب جدا. والمسلسل هنا بيسلط الضوء على الناس اللي عندهم الزهايمر وازاي الابناء والاقارب بيتعاملوا معاه. هتلاقي حد متعاطف وعايز يشيل ويتحمل المسؤوليه، وحد تاني بيهرب وما عندوش مشكله ان يرمي العيان ده في دار مسنين. وانا بالنسبه لي دي من المواضيع المهمه جدا، لان المرض ده اصلا ملوش علاج، ده لحد دلوقتي ربنا يكرم رب العلماء كده ويكتشفوا لنا علاج للموضوع ده. اصل بصراحه ده مرض لعين جدا. انت متخيل ان اب ممكن ينسى بنته ويقعد يتكلم عنها بحب، مشاعره لسه جواه لكنه مش فاكر شكلها، مش فاكر هي مين. حقيقي لما تفكر في الموضوع بعمق هتلاقي نفسك بتتعب جدا وبتاثر نفسيا. وانا مستني اشوف باقي الحلقات عشان اعرف يعملوا ايه بالظبط مع مريض الزهايمر وازاي هيتعاملوا معاه، خصوصا ان احنا عندنا واحد متعاطف مع عمته جدا وبيحبها وعايز يشيلها فوق راسه. فهو صانع الأعمار هو الحب.
ومن الايجابيات اللي موجوده في المسلسل او ظهرت معانا في الحلقه الثالثه والرابعه هي اللاين الكوميدي، والخط الكوميدي المرسوم ده شايله عمر شرقي وايمان السيد على كتفهم لوحدهم، وبصراحه هم عاملينه حلو جدا وانا مبسوط قوي من ادائه. وعمر شرقي واخد مساحه كويسه جدا تقدر تبرز مواهبه وقدراته، لان الراجل ده عنده كتير جدا، فانا شايف ان هو عامل المطلوب منه كويس قوي وانا مبسوط منه لحد كده. وايمان السيد كده كده عسوله وعندها قبول عالي قوي ودمها خفيف على قلوبنا كلنا. تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن السلبيات، وانا اسف ان انا بقول ان معايا في السلبيات الاداء التمثيلي، ودي طبعا كارثه. وطبعا الكلام ده باستثناء الهام شاهين، لانها لحد دلوقتي عامله المطلوب منها باداء حلو قوي ومتميز. لكن مشكلتي الحقيقيه مع احمد فهمي، بس انا هبقى راجل ظالم لو جيت قلت ان اداؤه وحش، لكن الحقيقه هو اداؤه مقبول، هو اداؤه مش جامد، مع ان الدور مديله مساحه قويه قوي وكبيره يقدر يطلع الطاقه التمثيليه الموجوده لو هو عنده، يعني خصوصا في المشاهد اللي محتاجه انفعالات عاطفيه. يعني هو الراجل بيعمل رياكشناته حلوه، انا ما عنديش مشكله في ده، وتون صوته بيلعب بيه كويس مع انه ساعات بيهرب منه برضه قشطه شغال يعني. انما الازمه بقى انت في مشهد محتاج منك عينك ترغرغ يا اخي، مش بقول لك عيط، انا عارف انها صعبه عليك، بس هو مش قادر يعمل ده ومش قادر يديني ده. وطبعا هو لو كان عمل ده كان هيخلي المشهد في حته تانية خالص، كان هيخلي الاداء في منطقه مختلفه تماما. ده غير كمان ان عندي مشكله مع ندى موسى اللي هي البطله اللي قدام احمد فهمي، او اللاين الرومانسي بتاع احمد فهمي بلاش البطل. هي ممثله كويسه جدا وليها ادوار قبل كده كانت عاملاها حلوه قوي، خصوصا في المشاهد الدراميه، شفت لها قبل كده كذا حاجه كانت كويسه جدا. لكن في مسلسل الفريدو انا ولا قادر احسها ولا قادر اصدقها في اي مشهد، ولا مشهد واحد درامي قوي قدرت تعمله صح، على الرغم انها شايله كتير قوي من مساحه الدراما على كتفها. لكن ايه بقى انا مش فاهم. ومحسن صبري اللي بيلعب دور الاب، دور ابو ندى، اداؤه باهت كده وغريب وانا مش قادر افهمه. مفيش اب بالستايل ده في الدنيا، مفيش اب مش قلبه على بنته، انا ما حسيتش منه في ولا مشهد ان دي بنته اصلا. ساره يا مازن لازم تيجي بده. راجل ني وطري كده ومش همه مصلحتها خالص، حتى لو قصد يعمل ان هو همه المصلحه كان في اداء غير ده، انما هو اداؤه فاتر كده، اداؤه غريب. ليه مشاهد كده مع عابد عدنان، عابد عدنان واكل المشاهد كلها اصلا، وده كمان مخليه ما يظهرش اكتر، ويمكن ده حسسني بالمشكله اكتر لان عابد ممثل جامد بصراحه، تمثيله ضعيف جدا. وعندي كمان للاسف الشديد مشكله في الاخراج، المشاهد الكلوز او القريبه على عينين الهام شاهين تحسسك كده انها مريضه نفسيا، في حين ان الزهايمر ده مرض عضوي، حاجه بتصيب المخ بتخليه يفقد الذاكره. هي ما بقتش مجنونه، هي مش فاكره حاجات كتير. وعلى الرغم من ان انا واحد من اللي اشاده بعصام نصار في فيلم البطه الصفراء، وقلت ان الراجل ده شغله كويس وعنده وجهه نظر واضحه، لكن ده ما يمنعش ان اقول على العيوب اللي شايفها، اذا كان بقى في الكادرات او في اداء الممثلين او حتى في التسكين. كل اللي انا قلته ده مسؤوليه المخرج، كل ده على كتفك انت لوحدك يا عم عصام، انت راجل اسمك مكتوب عليه مخرج العمل، دورك تتاكد ان الممثلين دول متسكنين صح. كلامي بعيد عن الهام شاهين واحمد فهمي، الهام شاهين عامله المطلوب منها كويس جدا، واحمد فهمي راجل بيجتهد ومقبول، انما الباقي مش مقبول تماما. ومسؤوليتك الوحيده هي الكادرات، محدش هيشوف الكادرات الكلوز دي غيرك، انت اللي بتؤمر مدير التصوير خد الكلوز على عينيها. ركزوا كده معايا في الكادرات واتفرجوا عليها من غير ما تعرفوا القصه، هتلاقي نفسكم بتقولوا هي مالها، هي مجنونه ولا ايه، هي مريضه نفسيا، هي عندها شيزوفرينيا، هتلاقي نفسك بترمي حاجات تانية خالص وبتقول حاجات غير اللي موجوده، غير الزهايمر. عموما ده حكم مبدئي، لان انا يا دوبك شفت من المسلسل 5 حلقات اللي اتعرضوا، لسه هنحكم حكم كامل بعد ما المسلسل ما هيخلص. انا عن نفسي هكمل المسلسل لان القصه والقضيه شداني وعجباني، عايز اعرف ايه اللي هيحصل، عايز اعرف مريض الزهايمر هيحصل فيه ايه وهيتعاملوا معاه ازاي، وايه طرق العلاج، وايه الطرق اللي الواحد يعملها، وحاجات كتير قوي كده اكيد مش هاخدها غير من المسلسل. وهنتقابل تاني بقى بعد ما المسلسل يكون خلص. ولحد هنا تكون خلصت الحلقه. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان تساعدني اكبر، لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. فهو صانع الاعمار هو الحب.